إخوان أنتم كلكم قاعدين وأثقف مني ومستوى أنا 5 ابتدائي كل شيء ما عندي، كلكم الطلبة القاعدين والخير القرى القرآن والسادة والمشايخ، عندكم اتصالات واتصلوا بالسنة أبناء العامة، قلوا لهم الريد جد عمر الرابع، قلوا لهم يابا غير عمر بن الخطاب خاف سن الدنيا بيه، اعطونا جد الرابع. خلنا نقول لك التفصيل. العلامة المجلسي كتاب بحار الأنوار جزء 100 صفحة 33، هذا الخبر لا تقول السيد جابه. العلامة المجلسي جزء 100 صفحة 33 الخبر تلقى. الصهاكي امرأة جارية تشتغل عند عبد المطلب، تشتغل بالأغنام. نفيل هم رجال يشتغل عبد عدمن عند عبد المطلب، اكو أغنام أجلكم الله واكو إبل. وانت بعد تدري ما اجتمع اثنان إلا والشيطان. شو يسوي هذا عبد المطلب؟ قالها الصهاكي، قالت لها عمي، قال لها إليك اليسرى روحي هيك سرحي. تعال نفيل، قال لها، قال له إلك اليمنى روح اسرح امشي حتى ما حد يلتقي بالثاني. ذاك اليوم افتر عقله نفيل، قال سلام عليها. طبعا يذكرونها إنها امرأة جميلة، امرأة، ويعطون مواصفاتها ما يذكرها على المنبر. ذاك اليوم افتر لها، التقوا بعد الشيطان يرقص يظل هيك، فضاجعها عن نفسها فحملت من نفيل. انت خليك وياي بالنطفة مال عمر بن الخطاب، حتى لا نتعجب انه ظلم الزهرة وكسر ضلع الزهرة وشلون تحجون عليه لا هذا تاريخ. على كل حال، ولما بان الحمل عليها اجت العبد المطلب قالت لعمي، قال لها هاوي، قالت له تني نفيل سوى وياي كذا وكذا صاح له. قال له هاي المرأة اشتكت، شو تقول لو تسترها وتتزوجها؟ فاقتنع نفيل فتزوجها. بس انت خليك وياي الحمل شنو حلال حرام ها. المهم تزوجها نفيل، فجابت خطاب. جابت من؟ جابت خطاب. مات نفيل، عاش خطاب شنو؟ يتيم. ذاك اليوم خطاب يقولون عليه أحمر أبرص، ها، شاب اجى من الصيد لقى أمه نايمة الصهاكي وحلوة، المن تريد الحيل يا أبو سكين، فضاجعها حملت. هذا تاريخ مو أنا قلت لك المصدر وروح دور حتى تعرف. هذا اللي يقول لك لا تحكي عليه ويحكون علينا سود الله وجه ولك شلون. احنا علي بن ابي طالب ولد في اشرف مكان. خلي يحكي على علي، شريد يحكي على علي، ها، ولد في بيت الله الحرام، ها، هذا اللي نفتخر به. على كل حال، بعد لما انشغلت كبرت القضيه قالت لي يمه خطاب انا، قال يا يمه من يقرا من يكتب جيبي ذبي بالمزبله. جابت ذبته بالمزبله. اجى المغيره او العفو اخو المغيره ابن شعبه الوليد ما اتخطر اسمه، شاف بين الشجر طفل ملفوف ومذبوب، كشف عنها لقاها بنيه. قبل اللي يلقونه يسمونه حنتومه، فسماها حنتمه. رباها سماها حنتمه، كبرت حنتمه، لحقت النسوان مثل ما يقولون هنا. فرآها خطاب فأعجب بها فخطبها فتزوجها فأولدت عمر. حلها للنوم، روح لها لك وحلها، روح وحلها النوم.
اخته او عمته او خالته وجدته تصير روح اقرا، روح الدخ بيه. ها